جديد وفيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد الصبه خفيفه وظريفه في نفس الوقت، صحيه ومفيده. قلت لكم اخوتي هنا عندي الخضره كامله مكموله، ها هي، وهنا الجعده. هنايا خوتي عندي الماء الكامبا، هنايا ها هما غليتهم مزيان وغنصفيهم، وبهذا الماء الكامبا غنمرق بهم السوبه ديالي. هنايا شفت واحد النجره اللي طيبت فيها ديك قشور الكامبا. هنا نعمل واحد 8 معالق زيت بلديه، زيت بلديه خوتي. وهنايا غنضيف الخضره، شعده، بطاطا، وديك البلفت والبصيله. وهنايا عندي الكوار الكروم، القرا حمراء والقرا خضراء بحال مطيشه والخرشيف. وهنا عندي الكرافس والمعدنوس وواحد شويه د القزبور. كتجي خوتي هاد الخضره غزاله ما شاء الله، فنه كتجي تستحق التجربه، نجربوها وردوا عليا. مع هاد البرد صراحه الانسان مره يعمل حليه، مره يعمل السوبه، مره يعمل الشيشه، مره كل نهار وشنو يعمل. وشكركم مبروكه، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه يا ربي والهنا. واللي مريض اخوتي الله يشافيه، والله يجمع الموتى اللي في سوريا واللي في تركيا. الله يكون مع ديك الناس مساكن اللي باقي بالروح، الله يكون معاهم، والله يرحم المفقودين. الله يكون معنا حتى حنا يا ربي الحبيب. والله يوزع علينا هاد الهزات الارضيه وهذا الزلازل، الله يوزم علينا يا ربي الحبيب. المهم اخوتي دابا قطعت الكرافس، انا ملي شويه ما نعملش كلشي، هانتوما معايا. المهم هنايا واحد شويه الكرافس، واحد شويه اخوتي غنخليه حتى يطيب لي الخضره، حتى طيب الخضره، وغنقطع الزيتون ونسيبهم هكذاك خضر يجيو واحد المذاق فيهم مزيونه، فنه كتجي فيهم. كاين اللي ما كيضيفش، انا كتجيني هكذاك حتى الاخر غنجي نطفي الطاجه وغنسيب شويه د الكرافس خضر، كيبقى داك المذاق مزيون فيه. المهم اخوتي انا ناخذ لكم هنا من الكرافس. هنا اخوتي غنضيف واحد راس معلقه سكنجبر، واحد معلقه صغيره د الخرقوم، هذه عملت معلقه، وشويه زيت تاع مرته. هنا السكنجبر ما عملتش معلقه كامله، عملت نص حيت السكنجبر حار. وهنا واحد راس معلقه الابزار، الابزار حار، انا ما خصنيش تجي حاره خوتي. والصلصه حتى طيب ليه السوبه، عاد اللوحه مول الحوت. هنا واحد المعلقه صغيره د الملح على حسب الذوق، نسيت واحد شويه. ودابا غنضيف ديك الماء الكامبا، غنمرق بيهم. واللي بقى لكم الماء الكامبا خليوه حتى طحنوا السوبه، وديك الساعه زيدوها في السوبه ديالكم الخضره. غنشد عليها
وغنعملها غاديري مزيان. دابا غنصفيها بهاد الصفايه. دابا غنصفيها من ديك المريقه باش نطحن هاد الخضره هكذا خوتي. من بعد ما طحنت الصوبه ديالي خوتي على هاد الشكل، دابا ديك الميمات اللي صفيت غندير فيها هي الصوبه ديالنا خوتي. هنا دابا غنجيب ديك معلقه الصلصه وغنعمل فيها شويه د الماء. هنا عندي معلقه الصلصه غنضيفها في هاد شويه د المريقه د الصوبه. غنخلطها مزيان هنا ديك الساعه نخويها في الصوبه ديالي. من بعد ما خلطتها دابا غنضيف على الصوبه. المهم اختي ملي كنجيب الحوت كنحيد شويه من الجهه ملي كيكون عندي بحال شي حاجه الحوت ولا شي حاجه بحال الصوبه هكذا بحال شي بيتزا عن عند لا خفيفه دغيا الصراحه كنجبرو حدايا كنحيد شويه بشويه كنبقى نجبرو في الفريكو. المهم كيقول لك المثل كل موجود رخيص. الصراحه هاد الحاجات كنحيدوهم كنجبروهم بعد الظروف كيكون بحال الحوت غالي بحال الصراحه تكون السخره غاليه. الانسان بحال يتسخر بحال حاجه الفريكو الصراحه تجبر بحال الفلفل الانسان كيقطعو كيعملو في الثلج بحال القرع دابا هاد الشتوى زعما الصراحه مزيانه بزاف كتجبرها. واخا الصراحه ما كيبقاش كيما هي طريه ولكن الانسان كيجبرها معنا ما نعملو. الدنيا هي هذه حاله. واحد النهار الخضره طالعه واحد النهار رخيصه واحد النهار غاليه واحد النهار كل نهار ورزقو. انا قلت لكم هذا الكامبا كنت جبت منها ديك النهار زايده كنقسم شويه شويه وكنبقى انا الصراحه نطيب بها بحال الصباط بحال شي حاجه هكذا خفيفه بيتزاز بحال شي حاجه هكذا عندي في الدار بغيت الحوت الصراحه كنقضي بها هكذايا. المهم اخوتي نتوما معايا اي والله عاد من عنده يا ربي يا الحبيب هادشي اللي كاين. نتوما كتشوفوا شنو كاين كلشي غلا الزيت غلا البطاطا غلا الطماطيشه غلا كلشي غالي. اي والله يفرج علينا يا ربي وفرج على الامه الاسلاميه كامله. والله المهم صيفط اهلا تجيبي هاد البيتزات على هذا الشكل هكذا. اذا قلت لها معنا ننزلوا مع الصبه مع جاب الشباكيه راجلي جاب شباكيه مع التمر مع هذا البيتزا. قلت لها ما فيها ما يعدل في الدار حيت نتوما كتعرفوا خصك تعجن خصك هذا التمره شريتها واجده صراحه. دابا نعمرها معكم ان شاء الله يا ربي. هنا جبت واحد السوينيه وكانت عندي هنا كلشي هنا صوليس. انا قلت لكم اخوتي كل موجود رخيص. الحاجه ما كتكون عندك في الدار الصراحه كتزعمك تعمل شي حاجه في الدار بهذا الشكل. هنا كانت عندي شويه د الكامبا هنايا شويه عملت هذيك السوبه وشويه خليتها حتى الكفته كانت عندي مثلجه قلت بلا ما جبده صراحه هذا عندي باني بيهم شويه هكذا وشويه هكذا وحنا وهالاكله واجده كيف كيقولوا. المهم على هذا الشكل اخوتي. انا عندي واحد شويه الزعتر نضيف واحد شويه الجبن هي هديه. المهم اختي بالصحه الراحه وخيركم في داركم وتهلاو في رزقكم وسمحوا لنا الا شاهينا شي واحد سمحوا لنا بزاف. انا قلت لكم هادشي كامل كان عندي في الدار كديب بانيت من هنا ومن هنا ومن هنا باش عملت هاد الطبيله هكذا. المهم اخوتي واحد النهار الانسان يفشح وليداتو ولا يهدك وليداتو. المهم مع الا كاس في الدار خاص فيها الجوع هذا قلت بلاتي نجيب لها بيتزا ما جبرت ما نعمل لها هي خصها تمشي تجيب بوكاديو عملت لها هادشي.
المهم اخوتي يلا هانتو معنا وسمحوا لنا بزاف بزاف، وما تنساوش من اللايك واشتراك في القناه، اللي بغى يشترك شي يشترك. بصحه والراحه وخيركم في داركم. المهم اخوتي السوبه ديالنا هي وجدت، ها هي طبعا غرفه. المهم اختي هي السوبه غزاله ما شاء الله جات الفنه. وانا هذيك البيتزا اللي عملت. المهم اخوتي نغرق ونرجع معكم. المهم السوبه ديالنا هي هذه اخوتي ما شاء الله غزاله تبارك الله. في الجامبا ياك؟ انا في الجامبا والحسن. هذه البيتزا ديالنا طبعا مقطعه. هذه هي العشيه ديالنا اخوتي. هنا الصوبه اللي قلت لكم عملت معكم هي هذه بهذا الشكل هكذا غزاله ما شاء الله، كتجي فنه. هذه الشباكيه جابها مول الدار، والتماركه عندي هنا. والله هاد الصوبه كيفاش كتحماق واعره كدير عقل والله العظيم فنه. اي والله اما بيتزا واعره واعره. لي بات مزيونه عند العجينه. حقكم في الجنه.